السوق حضرتك ده سوق. مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي المصري اليوم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لاول مره في مدينه الغردقه سوق الجمعه، يعني في الشارع كل عنده عربيه بيجي يقف قدام عربيته ويرفع الكبوت، وكمان يكون زي ما انتم شايفين حضراتكم كده يبيع عربيته. يعني مؤسس الموضوع معانا الاستاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ محمد الدويج، اهلا وسهلا بحضراتكم. اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. جوله كده كده السوق، فعرفني بقى الحكايه جت ازاي. تعالى جنبي كده شويه، قول لي ايه الحكايه جت ازاي؟ الحكايه يا فندم بدات ان انا شايف انواع كتير من العربيات كمان اتفضل. الحكايه يا فندم بسم الله ما شاء الله النهارده انواع متنوعه، موديلات متنوعه من السيارات، منها الموديلات القديمه، في موديلات حديثه، في مانوال، في اوتوماتيك. السوق اهالي يعني الناس فرحانه زي ما حضرتك شايف. يعني ودي اتفضل. اللي عنده عربيه بيجي يعرضها، اللي عنده عربيه بيجي يعرضها بنفسه ما شاء الله. والاهالي فرحانين، وده سوق اهالي. الاهالي اللي انشأوا السوق يعني. أيوة. هو مش سوق ملك حد. أيوة. هو مش بتاع حد يعني معين. عنده عربيته يجي في الميعاد. بالظبط. السوق لكل اهالي البحر الاحمر. الميعاد امتى؟ الميعاد يا فندم كل جمعه. سوق الجمعه للسيارات كل جمعه ابتداء من 3:30 العصر. ايوه. الى 6:30 مساء. ايوه. شايف رافعين الكبوت بيدور بيشوف، والناس هي اللي بتبيع جنب نفسها. افحص عربيتك براحتك، تمام؟ قبل ما تشتري بوصي اي حد ينزل السوق، سواء السوق ده او اي سوق في مصر. أيوة. تفحص العربيه. جميل. افحص عربيتك الاول. ايه الاخبار؟ ايه رايكم في الفكره دي؟ زي الفل. حسب خبرتك النهارده. يعني يعني قول لي حضرتك بقى، يعني انت شايف دي عربيه حضرتك؟ طيب ايه الفكره؟ تعالى يعني الفكره في اولها، اول يوم النهارده، اول مره تحصل في الغردقه. الفكره دي لو نجحت هتلم المحافظه كلها اولا. ايوه. وهتجيب من محافظات الصعيد كله كمان. هيبقى الشارع الميعاد مناسب. ارفع المايك بس. مناسب. ارفع المايك. الميعاد مناسب بالنسبه لكم؟ مناسب. يعني هيبقى من من اول الشارع ده، شارع النصر لغايه شارع الحجاز، شارع الكهف. هيبقى مليان عربيات لو ربنا كرم يعني. جميل. المحافظات كلها هتيجي تاخد من هنا. انا شايف عربيات جديده وعربيات قديمه، ويعني مين اللي بيسعر بقى؟ مين اللي بيقول السعر؟ صاحب الحاجه ولا بيجيب حد يسعر ولا ايه بالظبط؟ لا، هو السعر ده الدنيا غليت اصلا. يعني السعر حسب الشأن، حسب الحاله وحسب العربيه والنوع والماركه. في ماركاتنا دي اسم جامد لكن مش مرغوب. نكمل جولتنا يا استاذ محمد. كده. انا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. شكرا. يعني يا استاذ محمد، يعني شايف الفكره يعني الناس حباها يعني. طبعا. استحسان الناس يعني. الناس الاول كانت بتسافر. انا شايف كمان تاكسيات كمان. طبعا. سوق السيارات سوق كامل للسيارات. ايوه. تاكسي وملاكي وكل احنا في شارع الكهف يا جماعه، حد يقول فين المكان؟ احنا في شارع الكهف. شارع الكهف بين النصر والنصر والحجاز بالغردقه. الناس فرحانه بالموضوع. السوق لكل اهالي البحر الاحمر، من اول حلايب وشلاتين الى الزعفرانه. والسوق بيرحب بكل، في ربع نقل هناك اهيت. طبعا. السوق بيرحب بكل المصريين من كل المحافظات. جميل. الفكره يعني جات لك ازاي انك تجمع الناس دي كلها؟ انا شايفك كنت على الجروب عملت لا بسم الله ما شاء الله. يلا يا جماعه، يلا مش عارف ايه كده. الفكره جات لحضرتك ابتداء من لما اشتريت سيارتي من 4 سنين. السياره اللي معايا كان فيها شويه حاجات صرفت عليها كتير. ايوه. فقعدت مع نفسي كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قلت طب وليه الناس تمر بتجربتي؟ فحبيت اعمل سوق السيارات. بدات ادعو الناس ان احنا نعمل السوق هنا. لقيت بسم الله ما شاء الله الناس تجاوبوا جدا، والناس فرحانين جدا جدا بالفكره. وده سوق للناس كلها. ايوه. من غير رسم دخول ولا حاجه. احنا واقفين في البطيء علشان ما نعطلش الشارع. ايوه في نظام. بالظبط. السوق منظم. الناس هنا اكترهم، احنا الغردقه ما شاء الله الناس القدماء اللي هنا اكترهم يعني عارفين. ناس قديمه. ناس قديمه وناس نعرف بعض. تمام. وبحب اطمن الناس ان عجل البحر الاحمر الناس بتدور عليه من محافظات تانية. عجل نظيف. عجل نظيف. ايوه. وورقه سليم. وده بيشجع ناس كتير من محافظات تانية يا فندم بييجوا هنا يشتروا سيارات البحر الاحمر. انا كاتب في العنوان كده اشتري سياره ب 22,000 جنيه. لا هي الاخيره دي 22,000 جنيه اللي فيات 32 موديل 77. السلام عليكم. في اسعار كتيره يعني، في اسعار طبعا. في قديم وفي جديد وفي موديلات حديثه، في صيني وفي كوري وفي ياباني وكل حاجه هتلاقيها في السوق ان شاء الله. يعني حاجه جميله ان في تنويع.
طبعا طبعا في تنويع في طبعا المكان يعني. طبعا. ما شاء الله حاجه جميله لا جداً. وان ده اول يوم حضرتك، ده الناس اول ما يوم عرفتش. بالظبط. أيوة. ده وبالاعداد دي بنزول الناس بعربياتهم بالشكل الجميل ده. ايوه فعلا بالظبط، ومنظمين. معروف عن الغردقه منظمه بالظبط. مدينه سياحيه بالظبط. والناس فيها بالظبط. منظمين، ويعني بيتعاملوا مع اجانب ففي نظام يا يعني. فندم دي بلدنا ولازم نخاف عليها. احنا لما اخترنا المكان اخترنا مكان بعيد خالص عن الطريق. الشارع، عن الطريق. ايوه لازم نحافظ على البلد، ولازم دي بلدنا عايشين فيها. ايوه. والناس أنا هنا أسمع في منظمين بسم الله ما تنويع، شاء الله. لأن عايز اشتري عربيه فبنزل في تنويع، شايف كذا حاجه. عندك هنا الصيني وفي الكوري في الياباني، حتى كل الاسعار كمان هتلاقي في قديم وفي جديد، في موديلات حديثه. هتلاقي الاسعار مختلفه برضه. طبعا انت قبل ما تشتري حضرتك في مراكز فحص، ممكن تجيب حد. احنا هنا الميزه بتاع المكان ده حضرتك ميكانيكيه كتير، سمكريه، جميل، بوهيجيه، العفشاجي، كهربائيه، كل حاجه موجوده حوالينا هنا. فحتى لو انت ما بتفهمش في العربيات هتجيب حد برضه امين وكويس يشوف لك العربيه وان شاء الله. زي ما شفت حضراتكم مشاهدي متابعي المصري اليوم، كان معانا استاذ محمد وعرفنا فكره السوق. يعني الفكره جميله زي ما انتم شايفين حضراتكم، والناس واقفه بنظام. السوق بيرحب بكل الناس، بيرحب بكل محافظات مصر، والوقوف بنظام. مشاهدي متابعي المصري اليوم كنت معكم انا عبد الوهاب كتير، ويعني زي ما انتم شايفين حضراتكم حاجه منظمه وجميله، واول مره في الغردقه سوق للسيارات الاهالي اللي عاملها. سوق الجمعه للسيارات من كل جمعه، سوق الجمعه للسيارات بالغردقه ابتداء من 3:30 عصرا الى 6:30 مساء. نفس المكان ده شارع الكهف. شرفتونا يا فندم. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه.